في ناس بتقعد 6 ساعات في كورس عشان تتعلم تبني اوتوميشن واحد، نودز وتوصيلات وحقول وكريدنشز، عشان في الاخر يطلع لك تقرير. النهارده يا صديقي هعمل نفس الحاجه بالظبط ببرومت عربي واحد. مفيش نود واحده ومفيش سطر كود، مفيش اداه جديده اتعلمها. هقول له كلود النتيجه اللي انا عايزها بس، وهو اللي يقرر يعملها ازاي ويجدولها ويشغلها كل يوم، وانا مش قدام اللابتوب اصلا. اهلا بيك في محمد اي اي لاب. لو بتحب تعرف جديد الاي اي اول باول، يبقى انت في مكانك. يلا نبدا. خلينا نتفق على حاجة الأول، لأن دي الزتونة كلها. في الأدوات زي N8N أنت اللي بترسم الخريطة بإيدك، نود يجيب البيانات، نود يفلتر، نود يكتب، نود يبعت. أنت المهندس والأداة بتنفذ الرسمة بالحرف بحرف، لا بتزود ولا بتفكر. طيب المشكلة فين؟ إن أنت لازم تكون عارف الخطوات كلها قبل ما تبدأ، وأي حاجة تتغير بعد كده شكل الرد، اسم حقل صفحة اتعدلت، الخط بيقع وأنت اللي بتقعد تدور وتصلح. الطريقة التانية بقى إن أنت ما بترسمش أي حاجة، انت بتقول النتيجة اللي عايزها بالبلدي، والذكاء الاصطناعي هو اللي يقرر الخطوات ويجيب البيانات ويكتب ويحفظ ويتصرف لو حاجة اتغيرت. يعني انت بقيت المدير مش المهندس، والفرق ده مش شكلي يا صديقي، ده بيغير من المفروض يفهم التفاصيل، هو مش انت. وقبل ما ندخل على التطبيق العملي، ثانية واحدة، لو المحتوى ده مفيد ليك دوس زرار الاشتراك ببلاش، وبيخلي كل جديد ال AI بالبلدي يوصل لك أول بأول. تمام، يلا نكمل. وعشان الكلام يبقى على الأرض، مش هبني حاجة على الورق، هبني حاجة أنا محتاجها فعلا كل يوم. أنا كل صبح بفتح اليوتيوب استوديو وأبص على أرقام القناة، المشاهدات ووقت المشاهدة والمشتركين الجداد، وبقعد أقارن بنفسي وأطلع بنتيجة أشتغل عليها في يومي. الشغلانة دي هتاخد أجازة دايما النهاردة. عايز حد يعملها كل يوم الساعة 9 الصبح ويسيب لي تقرير مكتوب وأنا نايم. افتح معايا كلود كود وبص على الطلب كويس. برومت واحد عربي ومفهوش ولا خطوة تقنية. عايز اوتوميشن يشتغل لوحده على الجهاز ده كل يوم الساعة 9 الصبح، يجيب أرقام قناتي على اليوتيوب لآخر يوم، المشاهدات ووقت المشاهدة والمشتركين الجداد، يقارنهم بمتوسط الأسبوع اللي فات، يكتب لي تقرير قصير باللهجة المصرية فيه 3 ملاحظات وتوصية واحدة أعملها النهاردة، ويحفظ في فولدر ريبورتس باسم فيه تاريخ اليوم. ظبط الجدولة بنفسك وقول لي بس عملت إيه، وسيبه يشتغل وركز معايا في اللي بيعمله دلوقتي، لأن ده بيت القصيد كله. أول حاجة قعد يقسم الطلب لخطوات بنفسه، وبعدين لقى إن عنده أداة موصلة بحساب اليوتيوب بتاعي ده، دي إحنا عملناها في فيديو الام سي بي قبل كده، فقرر يستخدمها من نفسه. بعدين كتب المهمة كاملة بالتفصيل بالشكل اللي يخليه ينفذها بكرة وهو مش فاكر الكلام اللي بينا ده. وفي الآخر ظبط ميعاد التشغيل وقال لي خلاص شغالة. خد بالك من الجملة دي، أنا ما قلتلوش استخدم أداة إيه، ولا ظبط الجدولة إزاي، ولا حتى قلت له يقسمها لكام خطوة. قلت له النتيجة اللي عايزها وهو دبر نفسه. الشغلانة كلها أخدت وقت صغير. طيب أنا مش هخليكم مستنيين لبكرة الصبح عشان تشوفوها شغالة، هشغلها دلوقتي بإيدي بنفس اللي هيحصل بكرة بالظبط، مفيش أي فرق. شغل المهمة المجدولة دي دلوقتي وبص، راح جاب الأرقام الحقيقية من القناة، قارنها بالأسبوع اللي فات وقعد يكتب. تعال نفتح الملف نشوف طالع إيه. شايف يا صديقي، ده مش داتا خام مرمية في ملف، دي تقرير. الأرقام فوق وتحتيها 3 ملاحظات مكتوبة بالمصري وتوصية واحدة أعملها النهاردة. والحاجة الوحيدة اللي أنا عملتها في الموضوع ده من أوله لآخره إني كتبت برومت عربي مرة واحدة. ده هيتكرر بكرة وبعده وأنا مش هفتح اللابتوب أصلا. طيب نبقى منصفين ونحسبها صح، لو هعمل نفس التقرير ده في N8N، نود للجدولة، ونود يكلم بيانات يوتيوب، ونود يحسب المقارنة، ونود ذكاء اصطناعي يكتب بالعربي، ونود يحفظ الملف، يعني حوالي 6 نودز، وكل نود ليها إعدادات وحقول لازم تظبطها صح. واي واحد فيهم تغلط الخط كله بيقف. وفي حتة الربط بحساب جوجل هنا لازم اكون امين معاك، الخطوة دي هتعملها في الحالتين، وانا عملتها مرة واحدة قبل كده في فيديو الام سي بي. الفرق مش هنا خالص، الفرق في كل اللي بعدها. يعني ال N8N بقى وحش؟ لا خالص. لو عندك شغل بيتكرر الاف المرات في اليوم وعايز نفس النتيجة بالمليمتر كل مرة ومن غير ما تدفع في ذكاء اصطناعي في كل خطوة، ال N8N هيبقى احسن ومحدش يزايد عليه. بس لو انت واحد عنده شغلانة بيكررها كل يوم وزهق منها وعايزها تخلص النهارده مش الاسبوع الجاي، الطريق التاني بقى اقصر بمراحل. الزتونه يا صديقي، الاوتوميشن بطل يكون حاجه بترسمها، بقى حاجه بتطلبها. وانا مش بقولك بلاش الادوات، انا بقولك ان الحاجز اللي كان بينك وبين انك تأتمت شغلك اتشال. اللي كان محتاج كورس واسبوع بقى محتاج برومت عربي و5 دقايق. سؤال النهارده للكومنتات، ايه الشغلانه اللي بتكررها كل يوم وزهقت منها؟ اكتبها لي تحت وانا هختار اكتر واحده اتكررت وابنيها قدامكم في فيديو كامل من الاول للاخر.
وقبل ما تمشي حاجة واحدة بس يا صديقي، لو الفيديو ده فادك دوس اشتراك وفعل الجرس. أغلب اللي بيتفرجوا على القناة مش مشتركين، والاشتراك ببلاش وهو البنزين اللي بيخلي القناة تكمل وتجيب لك كل جديد. أشوفك في الفيديو الجاي، سلام.